احباس الا لقيتي هاد البلاصه منفوخه في الحولي ديالك عرف راه قلبك الشناق وغيموت لك في الدار قبل ما يوصل العيد. غنوريك كيفاش تعرف الحولي المحصور من البول واخا يبغي الشناق يقول بك. لكن قبل ما نبداو انا مصطفى الاشهب وهذا محتوى الباديه وهذه الحلقه الثالثه من سلسله حولية العيد. اليوم غنجاوب على السؤال اللي كيجيني بزاف وهو خويا مصطفى ورينا كيفاش نعرفوا الحولي المحصور من الماء. اول حاجه تشوفها في الحولي هي الوقفه ديالو، خاصك تقول للشناق يطلق لك الحولي. الا شفتيه واقف ومجبد رجليه اللورانيين بزاف ومقوس ظهره وكيعاودها بزاف عرفوا راه كيموت بالوجع لداخل ومحصور من الماء وما قادرش يخرجو. ثانيا قلب ليه كرشو وحط عليه ودني، قرب من الحولي وعطيه ودنيك وشوف واش غتسمع كيدير واحد الصوت باللي مزير هو راه كيبكي بالحريق، وشوف واش كيضرب كرشو برجليه اللورانيين بزاف. ودوز يدك من هنا جهه السره، الا لقيتيها منفوخه وقاسحه وسخونه والصوفه اللي تما فازقه غير هرب منه راه منفوخ ومحصور من الماء وغيموت لك في الدار. ثالثا جربوا وعطيه العلف والشراب. الحولي المحصور واخا تحط ليه العلف ولا الماء ما كيضرش بهم نهائيا. وضحيه العيد خاصها تكون سليمه من كاع العيوب. تسناو الحلقه الرابعه اللي غنعطيكم واحد السر عمر شي واحد عطاه لكم، فقط بغيت منكم رحمه الوالدين. وانتم واش سبق لكم تحطوا في شي حولي محصور؟ عاودوا لينا في التعليقات باش كل شيء يفيق ويرد البال.